السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث أثمرت زيارة العميد طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي. أثمرت هذه الزيارة، هي الزيارة الأولى، والتقى بالناس ودخل الجامع الكبير، وزيارة الأولى من نوعها. أثمرت برصف طريق حيث مدخل المدينة، ونتمنى أن تشمل الدائري. زيارة العميد طارق محمد عبد الله صالح لمدينة الخوخة، المدينة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة، أثمرت كثير. فأعتقد أنه كل ما يذهب للزيارة يطلع عن احتياجات الناس وهمومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، ويرى بنفسه ما تحتاج هذه المحافظة المصغرة. فأثمرت هذه الزيارة في الخوخة، حيث أثمرت بطريق، ونتمنى أن لا تنقطع زيارة الحيث، ونتمنى أن العميد طارق حفظه الله أن يهتم بالكهرباء، لأنها تعثرت. سمعنا كثيرا على أن الكهرباء الطاقة البديلة، لكنها لم تصل حتى الآن. فزيارته بالمساء ليرى حيث تغرق في الظلام ربما أيضا تجعله يستشعر احتياجات الناس للكهرباء. مشروع المياه القاحزي مشروع خدمي، ولكن يأتي في كل شهر مرة. الآن الحمد لله تعالى في هناك خزان هوائي 200 لتر، برضو هذه إنجازات يشكر عليها. حيث نعمت بطريق ومدرسة ومياه وكهرباء مساعدات إنسانية وأعمال إدارية وفنية، بحيث هذه كلها لمسات يشكر عليها العميد طارق محمد عبد الله صالح، الذي يحاول أنه يوجد دولة مؤسسات في منطقة الخوخة في هذه البقعة الجغرافية، مطار وميناء ومنشآت وإنجازات تاريخية لتعز الحديدة. حفظ الله ورعاه ويوفقه في هذا الشهر الكريم المبارك أن يقدم المزيد، وهذا في ميزان حسناته